ما تمر به مصر الآن المشهد السياسي عصيب جدا، حالة من العنف بتجتاح الشارع المصري، الناس كلها بقت فيها حالة من الغضب، لأن طبعا ما يحدث في مصر تفاقم حدود الأزمات. مصر أين وإلى أين؟ هذا السؤال سيجيبنا عليه دكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية جامعة قناة السويس. صباح الخير. أهلا، صباح الخير. معلش هو الوقت محدود، بس يعني حضرتك الإعجاز في الإيجاز وحضرتك متعودين منك على كده، يعني إحنا فين ورايحين على فين؟ احنا فين الكل يعلم. نحن أين إلى أين نحن ذاهبون، يعني كما نريد سنذهب بالفعل. يعني طبعا بالطبع يعني جزء كبير من الأزمة اللي بيعيشها الشارع المصري الآن هو غياب الرؤية السياسية. سواء كنا نتحدث عن التدني في الأداء الاقتصادي، نتحدث عن غياب أمني، نتحدث عن كل هذه الأمور يمكن أن نعزيها إلى غياب الرؤية السياسية التي بتجعل صانع القرار في حد ذاته بيتخذ قرارات بتبدو متخبطة، سواء يعني هذه القرارات بيتم رفضها سواء من قبل الشارع أو حتى بيتم مراجعتها من قبل القضاء. وأظن أن القضاء المصري برغم طبعا السهامة التي توجه إليه بشكل دائم، أظن بالفعل ما زال في مصر قضاء. طبعا نحن نشهد أحداث متلاحقة، يعني كلما نخرج من أزمة ندخل إلى أزمة جديدة. يبدو بالفعل أن جانب أيضا كبير من الأزمة التي نعيشها هي الاستعانة بعديم الكفاءة، لا أقول بمحدود الكفاءة. أظن أن قرار المحكمة بالأمس أثبت بالفعل أن من أعدوا هذا القانون لا يمتلكون أي نوع من الكفاءة القانونية، سواء من أعدوه رجال قانون سابقون أو أساتذة جامعات أو كل هؤلاء. بالفعل يعني كيف نتحدث عن قانون من 22 مادة المحكمة بتنقض 11 مادة، نص القانون غير دستوري. يعني هذا طبعا أمر غريب جدا، يعني يجب بالفعل يدعونا أو يدعو مؤسسة الرئاسة إلى مراجعة بالفعل كثير. بس رب ضارة نافعة، يعني الانتخابات بصراحة دلوقتي ما كان هتبقى صعبة جدا. يعني كيف يمكن أن نقيم انتخابات في ظل هذا الاحتقان في الشارع أو في ظل طبعا عدم قدرة وجود حقيقي للسلطة السياسية في جزء كبير من على سبيل المثال مدن القناة أو في سيناء أو في حتى انتقلت هذه العدوى إلى كثير من المدن سواء في الغربية أو كفر الشيخ. بالفعل علينا أن نتخذها فرصة لالتقاط الأنفاس كما قلت أنت الآن، رب ضارة نافعة. بالفعل كثير من الأمور أو من المواقف السياسية يجب بالفعل أن تراجع. لا أعني بالذكر فقط الانتخابات، العملية الانتخابية، ما بعد العملية الانتخابية، الأداء الاقتصادي، كيف يمكن بالفعل إحداث حالة من التوافق الاجتماعي. البعض كان يتفكه على فكرة الوفاق الاجتماعي، يقول أن القرارات تؤخذ بالأغلبية وليست بالوفاق، لكن ما قولك فيما يحدث الآن؟ هل هذا يعبر عن أغلبية أم أغلبية آلية يتم بالفعل يعني حشدها بمنطق معيب، بمنطق من معنا ليس ضدنا ومن معنا ليس معنا ليس مع الدين، وكل هذه الدعاية السوداء التي كانت أو الضغوط التي كانت تمارس ضد العقل المصري. فبالفعل على يعني الآن حصحص الحق كما يقال. إذا أردنا أن نمضي في هذا الطريق، أنت قلت إلى أين؟ يمكن أن نمضي في طريق التخبط إذا استمرت السياسة بهذا المنطق أو بهذا النوع من العشوائية أو هذا الاندفاع أو هذا الجموع نحو سلطة هي سلطة يعني لا يمكن لأي عاقل بالفعل أن يدنو منها بهذا الشكل. يعني حضرتك عايز توصلنا ان احنا ما عندناش حد بيحل الازمه، يعني عندنا ازمه السولار عماله تتفاقم وتصريحات ولا اي حل. كل الازمات عماله تتفاقم وتنتقل من محافظه الى اخرى وبصوره رهيبه سريعه جدا وما فيش حد بيحل. احنا ما عندناش حد بيحل في البلد. يبدو ان هناك من يجيد اختيار الشخص المناسب للقيام بمهمة يراد لها الفشل. بالفعل يعني كثير من المواقف التي نمر بها الآن حتى مجرد إعداد قانون أو كل هذه الصياغات لا يوجد. مسألة الأزمة طبعا أزمة السولار يعني بها كثير من بها بعد اقتصادي طبعا وبعد سياسي. بس هي قلبت اسكندرية امبارح.
خلاص يعني الناس بقت بتضرب بعضها في الشوارع. يعني الطوابير يعني حتى بتعطل المرور، بتعطل يعني بتزيد من استهلاك الوقود. يعني تعطيل المرور في حد ذاته هو بيؤدي الى تفاقم الازمه. يعني وايضا نحن نتحدث مستقبلا عن كارثه جديده ستحل اسمها توزيع الوقود بالكوبونات او كل هذه الامور. انتظري بقى ان يستمر المواطن 10 ساعات الى ان يحصل على الوقود. يعني علينا بالفعل ان يعني ناخذ ارتقاء لنبني رؤيه. نعلم ان البيت المصري مهلهل، نعلم ان هناك انفلات اخلاقي، انفلات امني، لكن ايضا هناك انفلات سياسي. هذا الانفلات السياسي يحتاج الى ضبط بالفعل لتضع ماذا تريد بالضبط. هل تريد الحكم ان تحكم ام تريد ان يعني تبني امه او تنهض بهذه الامه؟ ده طبعا ليه طريق وده ليه طريق. لكن طبعا نحن نمضي في طريق نريد ان نحكم، نريد السلطه، وليس نريد الصالح العام او نريد لهذه الامه الخير. يعني بالفعل اذا كنا نريد بالفعل ان نمضي في طريق الاصلاح وطريق البناء فهذه لها مقتضيات. اول هذه المقتضيات تحقيق هذا الوفاق الوطني والسلام الاجتماعي الغائب. يكون هناك رؤية الاستعانة بأصحاب الخبرة والكفاءة. يعني حتى في إدارة العلاقات الدولية في السياسة الخارجية أيضا هناك نوع من هذا التخبط. ويعني برغم طبعا من غياب يعني الدور الخارجي لمصر، لكن نحن نتحدث عن الداخل. هذا الداخل هو الهاجس الآن. المواطن الآن لا يشعر بأي فائدة أو أي ميزة من بعد قيام الثورة. فعلينا بالفعل أن نمضي في طريق الإصلاح. علينا أن نراجع. أول من يراجع هو رئيس الدولة. عليه أن احنا زي مين كده من دول العالم يعني ممكن نحذو حذوها؟ نقول مثلا ان مصر زي دولة من الدول مثلا مرت بيها أزمات. في دولة مرت يعني بيها كل الأزمات دي ولا احنا بقينا حاجة مفيش زينا؟ لأن تونس وليبيا الحال ليس بأفضل طبعا من حال مصر. يمكن مصر أفضل من ليبيا وحتى من تونس يعني. لكن نتحدث عن دول أخرى يعني في شرق آسيا. ما هو أندونيسيا مرت بثورة وتم إطاحة أيضا بحاكم يعني استمر، لكنها نهضت واستطاعت. يعني إذا أردنا كان عندها برضو يا فندم كده أزمات متلاحقة زينا؟ ما كانش هذا الأمر يعني طبعا جزء كبير من الأزمة بالفعل أن هناك غياب للرؤية. يعني البعض كان يتحدث عن الثورة ويقول أن ميزة الثورة أنها بلا قائد. قد تكون هذه ميزة في بعض المجتمعات، لكن يبدو بالفعل أنها لم تكن ميزة بالنسبة لمصر. لأن يعني من عليه من يتحمل عبء الهدم عليه غرم البناء. لا يوجد لأحد الآن ممكن أن يتحمل غرم البناء. الكل يطلق شعارات ويطلق يعني مشاريع كرتونية ويستعين بشخصيات كرتونية وشخصيات من عديد. كل هذه الأمور بتصب أو بتكرس مزيد من الأبعاد لهذه الأزمة المصرية. طيب في الدقائق المعدودة اللي فضلنا، لو حضرتك في منصب سياسي يعني وقالوا لك حط حل للأزمات الموجودة في مصر دلوقتي، تعمل إيه؟ الأخلاق والبناء. الأخلاق ستنصلح إذا كان هناك قدوة سلوكية. على من يحكم بالفعل أن يعطي للمواطن قدوة سلوكية، أنه بالفعل يحترم القانون، يحترم الشرعية، أنه يعطي قدوة سلوكية للإيثار وليس للاستئثار. بالفعل أول هذه الخطوات بالفعل أن يعترف أن هناك مشكلة، أن يعترف أننا وحدنا لن نستطيع أن ننهض أو نحكم أو نستطيع أن نضع خطة للنهوض ببلد في حجم مصر وبمشاكل مصر. فبالتالي التوافق جزء كبير. يمكن الاستعانة بأصحاب الخبرات البيروقراطية أو سواء البيروقراطية المصرية. هناك مازال كفاءات برغم ما قيل، الكفاءات العلمية أيضا. ثم بعد ذلك أصحاب الرؤى السياسية من مختلف بعد ذلك حينما ننهض بهذه الأمة أو حينما نجتاز هذه المرحلة المتأزمة نستطيع بقى أن نتحدث عن أغلبية أو إيثار أو كل هذه الأمور. لكن في هذه أنت تنتحر. يعني هناك حالة من الانتحار. البعض يمضي ولا يدري، يعني لا يريد أن يسمع إلا صوته فقط يعني. صحيح. الرجوع للحق فضيلة. نعم. ووداعا للتعنت وتصلب الرأي والتشبث به، ونحط إيدينا كلنا في إيدين بعض. يعني باختصار ده أنا اللي فهمته من حضرتك. أفلح إن صدق. نعم. شكرا دكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس.
السويس ونعتذر لضيق الوقت، لكن ده زي ما قلت في الاول ان الاعجاز في الايجاز، وده اللي متعودينه من حضرتك دايما. شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا يا فندم. وبشكركم مشاهدينا، النهارده كنت معاكم رانيا هاشم، ابراهيم عبد الجواد، محمد جوهر ودينا فكري. نشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه، والى اللقاء.